السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل معاكم طريقة البسارية. عمل البسارية معانا نص كيلو بسارية، هنغسله كويس. لو عايزة تشيلي الراس شيليها، مش عايزة تشيليها سيبيها وبشيليها وانت بعد ما يستوي كده. هنغسله كويس وننشفه وهننزل عليه بالملح. ادي معلقة، ده نص كيلو يا بنات، معلقة كبيرة مش صغيرة. ادي 2 على حسب الكمية اللي هتعمليها. معلقتين كبار ومعلقة بابريكا وشطة، وهنقلب كده في بعضه اهو. معلقتين كبار على نص الكيلو او معلقتين ونص عشان ما تبقاش حادقة قوي. وهنقلبهم كويس بالشكل الحلو ده. هتطلع يا بنات جميلة وحمرة كده. وتجيبوا البسارية الحلوة اللي هي يعني مش مستوية قوي، جيبوا الحلوة السليمة كده. 3 معالق بقوا 3، تلاقيه ناقص حطي 3، حطيت 3 معالق. والبسي جلافز علشان الشطة حامية كده. هنقلبهم مع بعض كويس وهنحطهم في بطرمان. ده نص كيلو يا بنات. ده الكيلو ب30 جنيه، انا جبت نص. هنعبيهم كده كويس. جايباها سمكة جامدة يا بنات وحلوة، يعني مش من المهرية البايظة دي، تجيبيها حلوة. وده بعد ما عبناه بالشكل الحلو ده هننزل عليه بمعلقتين زيت بالشكل ده على الوش. بمعلقتين زيت اهو بالشكل الحلو ده كده. بالزيت بيحفظها وبيخليها يعني جميلة، ملمسها حلو. وادي كيس او كيس تلاجة انا قطعته، حطيت عليه الغطا عشان الغطا يقفل كويس ويفضل محفوظ كويس. مش تفتحوها، هي بتاخد كميخة، هي بتاخد حوالي 7 ايام او حاجة زي كده اهو بالشكل ده اهو. وبعد ما استوت البسارية خدت يا جماعة معانا 7 ايام بالظبط، يعني اسبوع بالظبط.